كام حاجه هقول لك عليهم وانت بتاسس حمامك من البدايه او انت بتستلم من السباك والكهربائي. كام تركايه وكام حاجه اخد بالي منهم واعرف منهم الناس دي فعلا شاطره ولا لا. رقم واحد طبعا هنا الحمام ليه حاله خاصه. الحمام هنا لينير، فليه حاله خاصه شويه في التقسيم او في التصميم بتاعه. ان انا عندي الباب هنا هيكون فولدنج، وفي وشي الحوض، وعلى يميني التويلت، وعلى شمالي الشاور. خلاص على شمالي وانا داخل يعني. خلاص فتعالى سريعا على الوضع ده نشوف ايه التريكات اللي انا هاخد بالي منها. رقم واحد طبعا ده مكان السخن والبارد بتاع الحوض. هناخد بالنا من اول هنا الراجل حاطط شكرتون خلاص او يعني شريط لحام لفه على الصرف، علشان طبعا انا لسه فاتحه دلوقتي وهنقفله تاني على طول. خلاص علشان المحار وهو بيملى يحافظ على حاجته. طبعا هو عامل كده في كل الصرف في الشقه كلها، صرف الاحواض. ناخد بالنا كمان ان في هنا مخرج، المخرج ده كهربائي عامله عشان لو في رف او حاجه، ولازم نراعي ان هو يكون في المنسوب المظبوط علشان ما يبقاش اعلى او اقل من الرف، علشان طبعا ما نضطرش نكسر بعد ما نكون عملنا السيراميك. ناخد بالنا كمان ان يكون في القواطع بتاعه المرايه، سواء كان بقى القواطع دي هستخدمها في سشوار او في احلق دقني ايا كان، لازم تبقى موجوده بالاضافه لاناره المرايه. ناخد بالي هنا كمان في التويلت ان السباك يكون وازن الاتياج دي. انا هنا بتكلم عن بند السباكه والكهرباء الاثنين مع بعض. اخد بالي كمان ان السباك يكون وازن الاتياج بتاعه القواعد المعلقه، ويكون الكلام ده كله مستلمينه بالملي، يكون كله فوق بعض بالملي، السناتر كلها متوحده، ويكون الكلام ده متوسطن في قلب الحوائط. طبعا هناخد بالنا هنا كمان ان انا لو هعمل خوارنق يكون هنا نكون مؤسسين لمخرج البروفايل ليد، وده مهم جدا من البدايه لو انا عايز اعمل اضاءه للخوارنقات الخاصه بالبروفايل ليد. طبعا دي المفاتيح بتاعه الحمام، فطبعا لازم اخد بالي منها طبعا واكون باسسها من البدايه، ولازم الكلام ده كله يكون موزون واستلمه وزنات افقي وراسي. خلاص كده. طيب اخد بالي ايه من الشاور بقى؟ الشاور يفضل طبعا، هو مش يفضل، هو لازم يكون البوكس بتاع الشاور الدفن بالاضافه لمخرج الميه يكونوا متسنطرين في قلب الشاور، فالمسافه من سنتر البوكس لحد الحيطه هي المسافه من سنتر البوكس لحد بدايته. خلاص انا عندي مدخل الشاور من هنا كده، فلازم الكلام ده يبقى مظبوط. طبعا هنا معلش عشان الصناعيه يعني عاملين المكان ده مخزن ليهم، فعذرا للشكل. هنا ده معايا، هنا ده صرف الشاور، وطبعا ده منفصل عن باقي الحمام علشان ده بيكون منسوبه اقل من منسوب الحمام. خلاص كده. دي كانت تريكات سريعه اخد بالي منها سواء كسباكه او ككهرباء عشان اطلع حمامي شكله شيك وبسيط، وفي نفس الوقت اهتم بكل حاجه انا محتاجها في الحمام بتاعي. ان شاء الله يكون فيديو مفيد ويومكم جميل.